فيديو اليوم يا سادة يا محترمين، أنا طالع أوضح لحضراتكم سبب ارتفاع اسطوانة البوتاجاز المنزلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، يا رب حضراتكم تكونوا بخير أينما كنتم. بخصوص ارتفاع اسطوانة أنبوبة البوتاجاز المنزلي اللي هي بنستخدمها في المنازل، طبعا في بعض القرى والنجوع والمحافظات وصلت 200 جنيه، بعيدا عن الناس اللي هي ممكن ترد وتقول طب ما هي ب 200 جنيه ليها أكتر من شهرين و3 شهور. ولكن أنا عايز أقول لحضراتكم في الزيادة الأخيرة اللي هي تم زيادة اسطوانة البوتاجاز أو أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيه، كان سعرها 120 جنيه وزادت 50 جنيه بقت 170 جنيه. أنا شخصيا بشتريها ب170 جنيه، ولكن منذ الأمس حتى اليوم ارتفعت اسطوانة البوتاجاز 30 جنيه وأصبحت ب200 جنيه. والأسباب كالآتي: مفيش طبعا أي بيان رسمي أكد ارتفاع اسطوانة البوتاجاز، مفيش أي مسؤول طلع اتكلم في ارتفاع اسطوانة البوتاجاز، ولكن كل ما هناك إن شهر واحد واتنين لحد 15/3 في ضغط كبير على مزارع الفراخ، وبيتم استهلاك كمية أنابيب كبيرة جدا، ولذلك تم ارتفاع اسطوانة البوتاجاز من 170 إلى 200 جنيه، وكمان مش هتلاقيها متوفرة في الأسواق. وهنا ده بيرجع للسوق السوداء، يعني الناس بتغلي أنبوبة البوتاجاز على المستهلك، مش من المسؤول ولا بأمر رئاسي ولا بأمر من رئيس الوزراء، ولا له علاقة بالدولة بشكل نهائي. عشان أنا شاهدت فيديوهات امبارح على أحد المواقع بيتكلموا بيقولوا أنبوبة البوتاجاز أو اسطوانة البوتاجاز زادت تاني، إحنا رايحين فين تاني، إحنا هنعمل إيه، إحنا مش لاقيين، إحنا مش موديين إيه. فأنا اللي عايز أوصل لحضرتك، بس أنا عايز أنا وبتكلم كده تركز في الفيديوهات اللي جنب دي مصر يا سادة يا محترمين، يعني دي مصر. يعني لو أنت مصري وما شفتش مصر وما تعرفش مصر، فأنا بعرض لحضرتك مصر، هتبص عليها كده. ولو حابين طبعا انزل الفيديوهات دي بشكل اكبر وبشكل اوضح، اكتبوا لي في التعليقات وانا هكون عند حسن الظن ان شاء الله. واللي عايز يتواصل معايا واتساب، الرقم هيظهر لحضراتكم هنا، يشرفنا باتصاله. اما بخصوص الحته اللي باينه دي، شايفين البلوك الابيض ده طبعا، ما هو ممكن انت بعد ما تشوف مصر كده تقول لي طب ما انت يا معفن بص على نفسك كده. لا، انا اقول لك اهم حاجه بلد ووطني، وانا الحمد لله في نعمه كبيره، والحمد لله وربنا يدومها ويحفظها من الزوال. نرجع لموضوعنا نرجع لموضوعنا تاني. أما بخصوص ارتفاع اسطوانة البوتاجاز دي، التجار اللي بيرفعوا في سعر اسطوانة البوتاجاز، يعني بشكل أو بآخر الدولة أو المسؤولين ملهمش علاقة بارتفاع اسطوانة البوتاجاز. أنت هتروح تشتري اسطوانة البوتاجاز هيقول لك ب200 جنيه، واللي كانت عندهم ب200 جنيه خلال الشهور الماضية ممكن يشتريها ب220 و215 و210، وممكن توصل ل240 جنيه كمان. فما تقولش الدولة وتحمل فشلك الذريع على الدولة وعلى المسؤولين. وده مش معناه إن المسؤولين مش مقصرين، ولكن مقصرين، ولكن مش في كل الأحوال. فبلاش تعلق فشلك الذريع على الدولة. يا ريت أي حد شايف نفسه إن الشخص ده بيستغله، عندك رقم الخط الساخن، اتصل بيه يا سيدي وحل مشكلتك. يعني هو مش من حقه إنه يبيع لك الأنبوبة طبعًا من 150 ل170 ل200 ل210 ل215 ل225 ل240، وهي ما فيش أي بيان ولا أي تصريح رسمي يثبت ويؤكد إن فعلًا تم زيادة ارتفاع اسطوانة البوتاجاز. حفظ الله مصر وشعب مصر وجيش مصر ورئيس مصر، وحفظنا وحفظكم الله جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.